أحمد السقا قدام وكيل النيابة بعد ما قدمت طليقته مها الصغير بلاغ فيه هي وسايقها الخاص يتهمونه بالاعتداء اللفظي والجسدي وقطع الطريق. السقا في التحقيق أنكر كل شيء وقال ما اعتديت على مها، واللي صار تم تضخيمه بشكل مبالغ فيه، وإن اللي صار كان مجرد محاولة منه أنه يتواصل مع مها بخصوص عيالهم، لأن لما كان يتصل لها ما ترد عليه، لكن الموقف طلع عن السيطرة وانفهم غلط، وإنه ما كان ناوي يعترض طريقها ولا يتعرض لها. لكن السايق اتدخل في الحديث بشكل مستفز وخرب الوضع أكثر. أما عن اتهام السايق له بالضرب، السقا رد وقال البلاغ هذا مبالغ فيه وفي تضخيم للموقف بدون مبرر. النيابة ما اكتفت بكلامهم وطلبت تحريات الأمن العام حول اللي صار، واستدعوا شهود عيان كانوا موجودين وقت الحادث، وطلبوا تفريغ كاميرات المراقبة القريبة وفحص السيارة اللي كانت مع مها عشان يتأكدون إذا صار فيها تلف أو اعتداء. وفي نهاية الجلسة النيابة قررت إخلاء سبيل أحمد بكفالة 5000 جنيه، لكن التحقيقات ما انتهت ولسه مستمرة لين تطلع نتائج التحريات، معنى كذا إن الموضوع دخل في قضية رسمية. في أخبار طلعت تقول إن أحمد السقا كان يحاول يتواصل مع بنته نادية بعد ما راحت تعيش مع أمها بعد الطلاق عشان يطمن عليها، بس البنت ما كانت ترد عليه أبدا، فصار يتصل على السايق عشان يسأل عن بنته، بس هو بعد ما كان يرد عليه. وهنا انفجر أحمد من القهر وقرر إنه يتصرف بنفسه، فراح واعترض طريق السيارة اللي فيها السايق عشان يكلمه، وكانت مها موجودة بنفس اللحظة داخل السيارة، وقال له بصوت عالي ليش ما ترد علي، أنا أبغى أطمن على بنتي. ومها من جوا السيارة تقول له سيبه يا أحمد، وإن أحمد حتى ما طالع فيها ولا رد عليها وكأنها مو موجودة أصلاً. الناس طبعا استغربت من التصرف هذا وقالوا يعني معقولة لما تبغى تطمن على بنتك تطمن عليها من خلال السايق؟ طيب ليه ما كلمت واحد من إخوانها يكلمها ويطمنك عليها؟ أو ليش هو ما راح بنفسه وكلم البنت مباشرة بدل ما يروح ويعترض السيارة؟ وبعدين لو فعلا كان بس يبغى يطمن، هل التصرف اللي سواه منطقي إنه يوقف السيارة بهالطريقة؟ وفعلا هذا يعتبر اعتداء واضح. غير كذا الناس تقول إن مهما كانت بتروح تقدم بلاغ وتفتح محضر من فراغ، خصوصا إنها عارفة إن في كاميرات بكل مكان. فوق هذا لو الموضوع بسيط فعلا ليه أحمد السقا طلع بكفالة والقضية ما زالت مفتوحة؟ هذا يعني إن ممكن في شيء أكبر ما حد يعرفه غير أهل القضية، لكن في النهاية ما نقدر نحكم لأن ما في شيء رسمي طلع يوضح الصورة كاملة، ويمكن الأيام الجاية تكشف لنا كل شيء. كمان بعد ما طلع أحمد السقا من التحقيق انتشر له مقطع على السوشيال ميديا وهو راكب حصان ويتمشى في شوارع القاهرة بين السيارات. يا جدعان أحمد السقا ماشي على الدائري بالكاريتا بتاعته. الله ينور يا نجم، منور يا نجم والله حبيبي يا باشا. المشهد كان غريب بالنسبة لكثير ناس، فيه اللي قال إن هذا استعراض ومحاولة لإثبات إنه عايش حياته عادي وما تأثر باللي صار، وفيه اللي قال لا يمكن بس رد فعل عفوي منه لأنه معروف بعشقه للخيول وركوبها من زمان. لكن مع هذا كثير شافوا أن التوقيت ما كان مناسب أبدا، خصوصا أنه طالع من قضية حساسة مع طليقته وأم أولاده، فطلع المشهد وكأنه تجاهل للموقف أو استعراض ثقة بالنفس ما له داعي. طبعا أحمد السقا لأنه فنان كبير وله جماهيرية واسعة، في تصرف مثل كذا بعد موقف قانوني مهم طبيعي أنه يخلي الناس تستغرب وتنتقد. أحمد السقا كان أعلن طلاقه رسميا من مها الصغير بعد زواج دام 26 سنة، وكتب بنفسه على حسابه الشخصي إن الطلاق تم قبل شهرين، وإنه هو ومها منفصلين فعليا من 6 شهور، وأكد إنه يحترم أم عياله ويتمنى لها كل الخير والستر، وطلب من الإعلام وصفحات السوشيال ميديا إنهم يحترمون خصوصيتهم، وقال إن مها تأخرت في إعلان الطلاق تقديرا منها للعشرة والاحترام، عشان كذا طلع هو أعلن بنفسه.
أحمد السقا ومها الصغير تزوجوا سنة 1999 بعد قصة حب، وأنجبوا 3 أولاد، ياسين ونادية وحمزة. وبعد الطلاق اختاروا ياسين وحمزة إنهم يعيشون مع أبوهم، أما نادية فاختارت تبقى مع أمها. الناس تفاعلوا بشكل كبير مع الخبر، وفي ناس حزنت إنها العلاقة الطويلة انتهت، وفي ناس شافت إن الانفصال أحياناً أرحم من الاستمرار في علاقة ما فيها راحة. وبعد إعلان الطلاق بشكل رسمي بدأت تنتشر على السوشيال ميديا منشورات وكلام مسيء بحق مها الصغير، وكان مكتوب إن هالكلام طالع من حسابات أحمد السقا، وهنا الناس زعلوا أكثر. لكن السقا بنفسه طلع ونفى كل شيء وقال ما صدر مني أي تصريح أو كلام ضد أم عيالي، وما عندي علم نهائي بهالكلام، ولو هي تبغى تتزوج هذا حلال ربنا، وأنا رجال متربي على الأصول، والطلاق مو نهاية العالم، هذه أم أولادي ولو احتاجتني في أي لحظة بكون أول واحد جنبها، وأنا مو فاضي أرد بتلميحات ولا بوستات، أنا مشغول بالسفر للإمارات والسعودية للحج ومن قبلهم فرنسا، أنا ما أذيت أحد في حياتي وبقيت على علاقتنا لآخر لحظة، وما راح أتكلم في التفاصيل، أنا سويت اللي علي وزيادة، والله يسعد الكل ويوفق كل الناس، وأنا مكمل وردي بيكون في شغلي، ومستحيل أشوف أحد من أهلي يتوجع وأسكت. كنا نتمنى أن حتى لو العشرة انتهت يظل بينهم احترام، مو علشان الناس بس علشان عيالهم اللي يشوفون ويسمعون كل شيء. الله يجبر كسر قلوبهم ويهدي بينهم ويكتب لهم طريق فيه هدوء وستر حتى لو ما عاد بينهم نصيب. وبكذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أنكم تدعموني من خلال الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك فضلا ليس أمرا. مع السلامة.